سنة 1919 عالم أثبت إن الشمس مش بس بتنورنا، دي كمان بتتحكم في الكون حوالينا. طب تخيل بقى لو اختفت فجأة، يا ترى هنعمل إيه؟ وبعدين يا صديقي، انت لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. المهم يا صديقي، خلينا ندخل في الكارثة اللي ممكن تغير كل حاجة. بص، الموضوع ده مش خيال أفلام، العلماء فعلا درسوا بالأرقام. وفي علماء زي ألبرت أينشتاين أكدوا إن الشمس مش مجرد مصدر نور، دي عنصر أساسي في الجاذبية والحياة. وده ظهر في نظريته الشهيرة النسبية اللي انتشرت سنة 1915. وفي سنة 1919 عالم اسمه أرثر عمل تجربة أثناء كسوف الشمس، راقب النجوم ولاحظ إن الضوء بتاعها بيتني حوالين الشمس، وده كان أول دليل علمي إن الشمس عندها جاذبية بتأثر على كل حاجة حوالينها. دلوقتي بقى، لو الشمس اختفت فجأة، العلم بيقول إنك مش هتحس فورا. ليه بقى؟ علشان الضوء بياخد حوالي 8 دقايق علشان يوصل للأرض. يعني أول 8 دقايق الدنيا هتبقى طبيعية، وبعدها فجأة ظلام تام. وطبقا يا صديقي للنسبية العامة، الجاذبية كمان بتتحرك بسرعة الضوء. يعني في نفس اللحظة اللي النور اختفى فيها، الأرض هتسيب مدارها فورا وهتتحرك في خط مستقيم في الفضاء كأنها تايهة في الكون. في دراسات من ناسا قالت إن الأرض هتبدأ تبرد بسرعة، خلال أيام درجة الحرارة هتنزل تحت الصفر، وبعد سنة ممكن توصل لأرقام مرعبة زي -70 أو أقل. الشمس هي مصدر الطاقة الأساسي، من غيرها عملية البناء الضوئي هتقف فورا، وده معناه إن النباتات تموت والأكسجين يقل والحياة تنهار. بس الغريب، في كائنات فعلا بتعيش من غير شمس. في أعماق المحيطات حول فتحة حرارية، العلماء اكتشفوا حياة كاملة هناك. يعني ممكن الحياة تستمر بس مش بالشكل اللي نعرفه. خلي بالك بقى، احنا كل يوم بنصحى ونشوف الشمس عادي، بس الحقيقة احنا عايشين على معجزة مستمرة. نجم واحد بس لو اختفى، كل اللي بنعرفه هينتهي في لحظة. ولا حضارة ولا بشر ولا حتى ذكريات. كوكب كامل كان مليان حياة هيبقى مجرد قطعة تلج تايهة في الفضاء، محدش حاسس بيها. والأغرب إن الكون مش هيفرق معاه، كل ده ممكن يحصل والكون مكمل عادي. فلو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول.